ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هبتدي اشرح لكم مع بعض البرنامج واحده واحده. تمام، اول حاجه هنا دي الواجهه بتاعتنا. كل حاجه من دول هتدوس عليها هتدخلك على الصفحه الخاصه بيها. خلينا نشوف اول حاجه معانا هنا البيرسونال انفو، فيها كل بيانات العميل. تمام، بعد كده هنشوف هنا التي دي الكالكوليتور بتاعتنا. ندخل البيانات بتاعته هنا واحده واحده. الوزن، بعد كده الطول، بعد كده العمر، بعد كده نختار الاكتيفيتي فاكتور بتاعته. تمام، هنختار هنا 1 و4. هو هنا هيبتدي يحسب لنا البي ام ار والمنتين وكل حاجه اوتوماتيك. اول ما هيغير لوحده. بعد كده نختار نسبه البروتين بتاعتنا، هيكالكوليتها لوحده برضو. وبعد كده هنخش نسبه الفات نفس الكلام، هيبتدي يدخل لنا هنا كل حاجه لوحده. بعد كده هنا هتختار الكالوريز رينج سواء الديفيسيت او السيربلس على حسب اللي انت محتاجه. وبتختار بقى سواء كانت مينتين ويت او لوز ويت او جين ويت على حسب اللي انت محتاجه. واحنا كده المفروض خلاص حسبنا السعرات بتاعتنا وعرفنا هو محتاج قد ايه من البروتين والكارب والفات، ومش محتاجين نرجع نبص هناك تاني. ليه؟ لان احنا هنا عاملين حاجه حلوه برضو. احنا هنا ضايفين في الاخر الديلي ريكوايرمنت. تمام، ده كل البيانات اللي موجوده هناك. تمام، عندنا هنا هو محتاج الوزن اللي هو بتاعه 80 ضربنا في 2 يبقى محتاج 160 جرام بروتين. تمام، نفس الكلام للكربوهيدرات، محتاجين 340 جرام، ونحن محتاجين 40 جرام فات. نرجع نروح هناك عشان نتاكد. تمام، اهو 160 جرام بروتين، 340 جرام كربوهيدرات، 40 جرام فات. تمام، واحنا مختارين اللوز ويت اللي هم كام؟ 2362 كالوري. تمام، هنرجع للدايت بلان بتاعنا 2362 كالوري بتاعنا. تمام جدا. خلينا نرجع نبتدي كده. احنا عايزين نبتدي نصمم بلان. دلوقتي انت عندك اكتر من حلين. عندك الدروب دي. تمام، يا اما تختار مانوال، يا اما كل اللي عليك ان انت هتيجي هنا. تمام، وهتكتب مثلا انت محتاج رز. تمام، هنختار هنا مثلا هيطلع لك كل الاصناف اللي مكتوب فيها كلمه رز. هنختار مثلا رز ابيض. تمام، هيقول لك هنا بليز بوت ذا اماونت، يعني اكتب الكميه اللي انت محتاج السعرات بتاعتها. هنكتب له مثلا 100، هيديك الرقم على طول. تمام، طيب محتاجين حاجه تانية. هنكتب برضو اول حاجه في السيرش بتاعنا هيطلع لك. تمام، برضو بليز بوت ذا اماونت نفس الكلام. هنكتب مثلا سي 200. تمام، هيكالكوليت لوحده. تمام، ده بناء على ايه؟ الكلام ده بناء على الكالوريز فود بتاعتنا. تمام، اكتر من 500 ايتمز موجودين، والحاجات دي طبعا عشان تقدر تجيب فيها زي ما انت عايز. تقدر تجيب فيها، تقدر تعدل عليها، تقدر تعمل زي ما انت عايز. وعندك تحت مكان لاكتر من 50 وجبه، بحيث ان انت لو عندك كوكينج اي بوك تقدر تجيب فيه الوجبات بتاعتك بالسعرات بتاعتها، بحيث ان انت تقدر تضيفها في الدايت بتاعك بكل سهوله وبساطه. نيجي بعد كده لأداة تبديل البروتين، ودي بتشتغل عن طريق ان انت بتحط له نسبة البروتين اللي انت محتاجها، وهو بيطلع لك كل الجرامات اللي هتوازي نفس نفس قيمة البروتين اللي انت حطيته له. نيجي بعد كده للدايت بلان بتاعنا، نبص بصة نشوف كده احنا كاتبين له قد ايه. كاتبين له مثلا 200 جرام صدور فراخ فيهم 57 جرام بروتين. تمام، نرجع بقى للأداة بتاعتنا تاني، نكتب ال 57 جرام بتوعنا هنا. تمام، ونطلع على قائمة الداتا من فوق، ندوس ريفريش. تمام، هيطلع لك قصاد كل صنف منهم الوزن بتاعه اللي انت هتاخده اللي هيوازي 57 جرام بروتين. بس طبعا الأداة دي مش هتعمل اعتبار للسعرات بتاعتنا. تمام، الأداة اللي بتحسب السعرات هي الأداة التانية، هنشوفها مع بعض دلوقتي. خلينا هنا دلوقتي كده نشوف أداة التبديل بتاعت الكالوريز بتاعتنا. دلوقتي انت عندك ايتمز فيه 300 كالوريز، عايز تبدله. هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتخش على المربع ده، هتحط رقم الكالوريز بتاعتك وتخش على خانة داتا من فوق. تمام، وهتدوس ريفريش، هيطلع لك كل الايتمز اللي في الداتا بتاعتنا بالجرامات اللي هتوازي معاك ال 300 كالوريز اللي انت ضفتهم وبس. وعندك هنا قائمة الفلتر، تقدر تختار منها الأصناف اللي انت عايز تطلع منها الالترناتيف اللي انت محتاجها. طبعا مش محتاج اقول لكم ان هو كمان لسه في فانكشن كتير انا لسه ما شرحتهاش، واللي انت هتكتشفها مع نفسك مع الاستخدام. زي ان هو بيطلع لك توتال سعرات كل وجبه، والتوتال النهائي تحت خالص، وبيديك الريمينينج كالوريز، الفرق اللي فاضل لك ما بين التوتال اللي مطلوب منك وما بين توتال السعرات اللي انت حطيتها. وطبعا مش هينفع انسى اخواتي وحبايبي المدربين، هعمل لكم اوفر حلو جدا. هسيب لكم لينك تحت، خشوا تسالوني وهقول لكم كل التفاصيل اللي انتم محتاجينها وزياده.